نعمل فلافل سوا. صار لي سنتين مزوجة ولا مرة عملت فلافل. نحن عم فكر كيف بدي شكلها، فطلع بيجي معها هيدي السكوب. هلا طريقة التحضير هيك حسب ما محطوط على العلبة. بدي فضي هيدا الظرف، هو 200 ملي، سوري، الظرف هو 200 جرام. بدي احطه مع 250 ملي من المي. هلا رح زيد المي. خلطتهم منيح، رح احطهم بالبراد هيك محطوط على العلبة. بدي اتركهم ساعة ونص لساعتين. مكتوب بالثلاجة بس اكيد قصدهم بالبراد. ان شاء الله تكون طعمتهم طيبة، بتشبه الطعمة تاعت الفلافل اللي بلبنان. حضرت البقدونس والكبيس والبندورة والفجل، وهلا بدي بلش اعمل التراتور. للتراتور بالاول بدي طحينة، حس ثوم وسط، شوية مي، عصرة حامض. حركتهم منيح، وكل شوي اكيد كنت عم دوقهم لحتى اتاكد من الطعمه، واكيد حطيت لهم بالاخر ملح. وبهالوقت محمية الزيت. انا تركت الخلطه تقريبا ساعه ونص بالبراد، وحضرت السمسم وهون المي كرمال غطس السكوب بالمي حتى ما تلزق الفلافل. رح غطسها بالمي. حط لها سمسم. لازم سقطها دغري بالنار. هلا صار وقت اني دوق. يلا بسم الله. كتير كتير طيبة، كتير حبيتها. وهلا بدنا نحضر الساندويش. رح احط الفلافل، كبيس، بندورة والفجل، بقدونس، اخر شي تراتور. نحن بلبنان بنقله تراتور، ما بعرف اذا بكل الدول العربية كمان هيك اسمه. حطولي بالكومنتس انتو عندكم شو بتسموه. بسم الله. كتير طيبة، والفلافل اصلا طعمتها كتير طيبة. خبروني انتو اذا بتحبوا الفلافل وشو تغديتوا اليوم.